انت كبراند مستني حد يقول لك تصرف كام على السوشيال ميديا، يبقى انت محتاج تكمل الفيديو ده للاخر. اول سؤال بيجي في اي دماغ بزنس اونر او للكلاينتس بصفه عامه يسالوه لي هو انا المفروض اصرف كام على السوشيال ميديا. انا عشان ارد اقول لك انت تصرف كام على السوشيال ميديا محتاج ترد عليا بحاجه من الاثنين. يا اما تقول لي انا التارجت بتاعي كذا، فانا المفروض عشان اوصل للتارجت ده المفروض اصرف كام، يا اما تقول لي انا مش معايا غير الفلوس دي، فالمفروض من الفلوس دي اعرف اطلع بيها كام على السوشيال ميديا. خليني اقول لك بقى احنا بنحسبها ازاي. ثيوريتيكالي نظريا انت المفروض تتعامل على ان الفيسبوك ده شخص بتاع مبيعات، بياخد منك نسبه من 10 ل 15% من اللي انت بيطلع لك من الاعلانات. يعني مثلا انا دلوقتي طلع لي من الاعلانات حوالي 200,000 جنيه، يبقى انا المفروض اصرف له 30,000 جنيه. انا صرفت 30,000 جنيه طلع لي 200,000 جنيه. لو انا شاطره في المات وكده يعني راجعوا الارقام ورايا برده، يمكن اكون اتلخبطت، كلنا بنتلخبط. فالفكره كلها ان انت لازم تبقى بتدفع حوالي 15% من اللي انت المفروض يجيلك من الفيسبوك. طيب هل الموضوع ده ثابت على كل البراندز طالما هو ثيوريتيكالي كده؟ لا طبعا. عندك حاجتين، انت بتسالنا احنا، ما بتسالش حد تاني كميديا باير بيشتغل بقاله كتير في الماركت بيعرف يقول لك الارقام اكيوريت، لان انا بقول لك ده اكوردنج لبريفيوس بروجكتس اشتغلت عليها شبه البراند بتاعك بالظبط. تاني حاجه ان انا بقول لك ان انا لازم اتست معاك من شهر ل3 لحد ما اعرف الارقام الاكيوريت بتاعتك انت الخاصه بيك انت. بس ان جنرال لازم تبقوا عارفين يا جماعه ان انت ما ينفعش تعدي البرسنتج بتاعت 15%، لان لو عديت البرسنتج بتاعت 15% يبقى انت كده اكيد بتصرف من جيبك، او عندك مشاكل كتير قوي في البيزنس، او ما بيطلعلكش ريفينيو اللي المفروض اصلا يطلع لك. فساعتها انت محتاج تراجع الاعلانات من اول وجديد. عشان كده اي ميديا باير بيعرف يوصل للبرسنتج دي والله فعلا شابوه، الواحد بيقف يسقف له عشان عارف يوصل لحاجه زي كده في الوقت اللي احنا فيه كومبيتيشن عاليه جدا جدا في الماركت بالشكل ده. استنوني التبس الجاي.